والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك في هواك. أنا أعتبر وهو يعتبر نفسه قرمطي العصر الحديث، مظفر قرمطي عصرنا الحديث، وصوفي في أيامنا المرتبكة، ومقاتل لا يهدأ، وشيوعي للعظم، ورومانسي خجول، وعاشق خلا من قبله العشق. كانت تجربة رائعة اليوم أنه أجد نفسي بين هالشباب هذول الرائعين، كل واحد من عندهم موهبة يعني متفردة، وأنا فخور جدا بهم، جدا فخور. والشكر يروح للقائمين على هذا الملتقى، وهذا الملتقى فريد من نوعه خارج العراق، لأن أنا أتذكر قبل 30-40 سنة بالعراق كانوا يعملون مهرجان للشعر الشعبي، بس هذا الملتقى فريد من نوعه خارج العراق في الغربة. احنا محتاجين جدا، ومحتاجين نحيي ذكرى شعرائنا. وكان اليوم عن مظفر النواب، عنونت الندوة أو الملتقى باسم هذه الدورة باسم مظفر النواب. أقول كثير أفكار من راسي تهلي، كثير أفكار من راسي تهلي، ويا عيني على المشى ودمعه تهلي، بعدها الروح بالجاهة تهلي، بعدها الروح بالجاهة تهلي، هلا بالياينة بهاي النسيم. اليوم كانت أمسية راقية جدا، الدورة الثالثة لملتقى الشعر الشعبي في بريطانيا، وكانت الدورة هذه مخصصة للشاعر الراحل مظفر النواب، وكانت هناك مشاركات موسيقية وفنون تشكيلية، وكانت هناك كلمة للدكتور سعد الشذر اللي هو صديق مظفر النواب. وبصراحة الجمهور كان رائع جدا من جميع أنحاء العراق ومن جميع الطوائف ومن جميع الأشكال، وأيضا حضور عربي بصراحة، والشعراء اليوم إخواني أبدعوا، وكان حضور راقي وأمسية دافئة بلندن. أبكي ببالهم وتأسف على راح وغاب، يا غراب ينظر يا غراب. حمد قال وسكت لحظة بلا عريج، وشق لقلق وشق سيجن وجر موال، ما ادري ايش قال. من يا عشيرة عشق تراب، زفيتهم شاب بظهر شاب، القمصان عند البير كذاب، صبح صباح بلا زرازير، الشندوب احشم بالتصاوير، صاير مثل حال التنانير، محروق قلبي بحجة الخير، وتدري الحنيني يجمد عتاب، راح الكلف والحلوة قاتل. الحقيقة الأمسية اليوم كانت التفاتة جميلة جدا من المنظمين، جلبت الأنظار إلى فن وشكل من الشعر العراقي اللي هو الشعر الشعبي. هذا الشعر اللي يتميز بأغنيته بموسيقاه، وكان مصدر إلهام للغناء العراقي بشكل عام على مر العصور. كذلك يعني كان شيء جميل أنه هم ربطوا هذه الأمسية بالشاعر الكبير مظفر النواب، واستذكار لشخصيته لنتاجه العظيم في ومساهمته في الشعر الشعبي العراقي. الشيء الجميل أيضا أنه هم ربطوا بين الأجيال، يعني جلبوا أجيال من الجيل القديم وجلبوا شباب في نفس الأمسية. انسى القدر لولا
مو كافة همش بجفوف جنها رماح، حيلك موشلك وسنينك مجورة. المناسبة كتير حلوة لأنه فيها تكريم للشاعر الكبير مظفر النواب، وهي مناسبة حلوة لاجتماع الجالية العربية هون بلندن، ومناسبة جميلة لسماع الشعر الشعبي العراقي، ونحن كتير يعني بحاجة لهيك لسماع هيك نوع من الشعر الشعبي، لأنه بيمثل البيئة تبعتنا، البيئة العربية وعاداتنا وتقاليدنا، ونحن كتير كنا مبسوطين اليوم بهالجمعة الحلوة. ضحكتهم كحلة العيون، من بعيد يركض يتلقاهم بابي. الصاحب عندي دوم أتذكره بخير، والله الصاحب عندي دوم أتذكره بخير، وإن ذموه أنا أتصدى للذم. الصاحب عندي دوم أتذكره بخير، وإن ذموه أنا استنفر الذم. إذا غاب الرفيج بقيل تقدير، وإذا قرب أحطه بقربة الدم. أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذا العمل وعلى هذا المحفل الكبير، العرس العراقي الأضخم تقريبا في لندن. أقيمت دورة الشاعر مظفر النواب تخليدا لذكر هذا الشاعر العظيم. حقيقة ما قام به ملتقى الشعر الشعبي في بريطانيا هو عمل يفتخر به، عمل صراحة يعلق على الصدور والأكتاف إلى كل الأجيال العراقية في لندن. وما أحب أن أشيد به أيضا هو الجهود المبذولة من الأخ محمد الجوراني والأستاذ محمد الجاسر وكل العاملين على هذه الدورة. حرت بيا سنين الضايع القيها، شكيت وما انكسر قلب الحياطين، ما سمعتني نص السالفة نهيها. يا داويت روحك بالهجر ممنون، عند جروح كلش. ومن وين نصير صدقني نصير، بلاية ما يبرقوا نفس مثل الجمع. باب خيبر كانت تهاب الرجال، ومن نوب شفخ لعها من حمى.